كنت قاعدة في أمان الله ولقيت الجفت ده جاي لي الساعة 2 بالليل من عند الرفاعي. يا نهار أبيض، 2 بالليل يعني احنا كده رحنا في حتة تانية خالص. بص يا حبايب قلبي، أنا كل ما أجي أنوي وأبدأ رجيم أو أعمل دايت الاقي جوزي جايب اكل من بره. يا سيدي هو انت بتعاندني ولا ماشي معايا؟ بص النصاب الصغير بيمد ايديه منين. هو على فكره ما اكلش غير البطاطس بس يا حبايب قلبي رحت بقى عامله الميكس الجامد قدامكم ده واكلته. هو ده بس اللي انا اكلته، ما قدرتش اكل حاجه تاني طبعا، لان لو كلت اكتر من كده هنزل لنا 2 3 كيلو، وانا ما بصدق ان انا انزلهم مش هطلعهم. بس هنا بسم الله عماله اتكتك كده على البتاع من بره حماس يعني. وزي ما انتم شايفين بقى، بصوا حاجه في منتهى الجمال. بصوا عامله ازاي بجد. السجق بتاعه الممبار عفوا جميل جدا جدا. سمبوسك طبعا بالجبنه والخضار حاجه. بس يا سليم، هو سليم لازم يحط البصمه بتاعته. انا بدوق الاول، اكلت اللي قلت لكم عليه، قلت لهم بقى خدوا كملوا مع نفسكم. لحمه ما شاء الله كتيره جدا طبعا. ده مش جفت زي ما قلت لكم طبعا، انا كنت بهزر معاكم، ده جوزي اللي جايبه. كان معدي من هناك بقى كده وقال ايه يعني يجيب كده بالمره. هو جاي كان ياكل هو والولاد. انا اكلت القطعه دي بس اللي هو ربع الرغيف بس، ما قدرتش اكل حاجه تاني بجد، لانه ما شاء الله يعني مشبع جدا. وانا كده كده عامله دايت، فانا ما بصدق اصغر المعده مش اكبرها. فانا الحمد لله ماشيه على نظام دايت كده، مظبط الدنيا معايا، مخلي اللقمه بتاعتي قليله شويه. بصوا الجمال، يا نهار ابيض على الجمال. سمبوسك بالطحينه بقى، بص ما فيهاش كلام تاني بجد. كمان يلا، ما هي خربانه خربانه الحمد لله. انا كل ما بفتكر الفيديو ده بزعل من نفسي جدا، اقول ازاي طوعت نفسي وعملت كده. يلا كارثه وعدت على خير، مع انها كانت اكله لذيذه جدا وكارثه حلوه قوي. قولوا لي بقى مين زيي جوزها بيحب يخرب لها الدايت بتاعه ويحب يبوظه لها؟ اللي زيي تكتب لي في الكومنتات. عامله بقى وصفه جميله جدا جدا بتخسس 3 كيلو في الاسبوع، هبقى انزلها لكم في فيديو تاني برضه تقولوا لي رايكم ايه. بقول لكم هنا بالنسبه للممبار، بحب الحته بتاعته اللي هي مقرمشه من فوق دي، بوز الممبرايه. اللي زيي يا ريت يكتب لي في الكومنتات ويقول لي ان هو كمان بيحب الحته دي. بصوا ما شاء الله جميل جدا، مليان طبعا لحم كتير. زيت المصيبه اللي انا عملتها في اول فيديو اللي كنت بوريها لكم، معرفش جات لي الفكره منين بس ما علينا. رحت ماسكاه عاملاه كده ملياه حاجات حلوه كده وحشياه. بس كده يا حبايب قلبي، عملت بقى ايه؟ حطيت من كل المكونات اللي في البوكس في قلب الساندوتش ده. وهم يا جمل على قلبك الف هنا وشوف لكل اللي اكل لقمه وكل اللي اتفرج علينا هو كمان لانه بجد ما يتقاومش. جميل جدا جدا. الممبار اكل بيتي معمول زي البيت بالظبط، نضيف جدا مش زفر مش اي حاجه. لان على فكره انا من النوع اللي ما بحبش اكل الشارع نهائي. انا وهو مش بنتفق مع بعض، بحب اكل البيت. بس الرفاعي وكذا حد كده صراحه اكلهم نضيف وجميل جدا، عشان كده باكل منه. بس يا حبايب قلبي اللي وصل معانا لحد هنا ما تنساش اللايك والفولو والاشتراك ودعوه حلوه من القلب الطيب. اشوفكم على خير ومع السلامه.